حادث خطير يدخل أسامة فلوح لاعب الوداد إلى العناية المركزة. ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تتابعوني ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الجديد والترند. تعرض لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم أسامة فلوح لحادث سير خطير في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، أثر اصطدام سيارته بإحدى الشاحنات كبيرة الحجم. وأدخل الحادث الخطير لاعب الوداد الرياضي العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء رفقة شابين كانا برفقته. وكشفت الناطق الرسمي باسم الوداد أن اللاعب المذكور تعرض لإصابات خطيرة نجمت عن الحادثة، حيث تعرض لكسور على مستوى العنق والصدر وكذلك نزيف في الرأس. واصطدمت سيارة أسامة فلوح بإحدى الشاحنات الكبيرة الحجم، أثر فقدان السيطرة على المقود ما أدى لخسائر مادية كبيرة لحقت بالواجهة الأمامية للسيارة والخلفية للشاحنة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، مع السلامة.